أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ال conditional statement if و else if و switch. خلينا متفقين إن البرنامج مجموعة من الخطوات اللي بتتنفذ step by step، وليكن عشان ننفذ الخطوة دي أنا محتاج شرط معين. الشرط ده يعني إحنا رايحين رحلة، والبند التالت في البروجرام بتاع الرحلة اللي إحنا هنروح البحر. طيب ايه الشرط اللي موجود؟ لو الجو كويس هنروح البحر، طيب لو مش كويس نعمل حاجة تانية عادي. فهنا عشان ده يتحقق لازم يكون الويذر جود، تمام، يكون الطقس كويس. بس قبل ما نتكلم عن ال conditional statement خلينا نتكلم عن حاجة اسمها ال comparison operators. ايه هي ال comparison operators؟ دي الحاجات اللي بنستخدمها في الكونديشن وبتكون النتيجة بتاعتها يا true يا false. حاجة زي النتيجة بتاعتها بوليان true أو false. زي إيه؟ زي بيساوي، مش بتساوي، أكبر من، أصغر من، أكبر من أو تساوي، أصغر من أو تساوي، اللي هي الحاجات الماثماتكس العادية. وخلينا بس نحدد إن الإيكوال بيساوي يساوي، والنوت إيكوال علامة تعجب وتساوي، تمام؟ طيب بكتب بقى الكود إزاي؟ يعني هنا أهو if، وده الكونديشن أهو، بفتح كيرلي براكتس. ده معناه ايه سطر الكود ده؟ ده معناه لو الكونديشن ده اتحقق نفذ لي اللي جوه الكيرلي براكتس دول. وهنا بيبقى مجموعة أوامر، يعني تكتب براحتك، يعني مش متحدد بحاجة معينة، تمام. فأنا مثلا عايز أقول إن هعمل هنا بوليان is whether good، وهعمل مثلا true. فلو هنا الوزر جود هعمل print go to the sea. خلينا هنا نرن اهو go to the sea. طيب لو هو الوزر مش كويس فولس، هو حتى علم قالك ان هو يعني ديت كود. يعني ايه ديت كود؟ السطر ده مش هيتنفذ. مفيش حاجة طلع. فبكل بساطة هي دي الاف. طيب انا عايز اقول ان لو الطقس ده كويس هنروح للبحر، طب لو مش كويس هنروح السينما مثلا. فهنا بنعمل حاجة اسمها else. نعمل هنا else وبرنت مثلا go to the cinema، تمام. فدلوقتي لو جيت اعمل run هلاقيه طبع go to the cinema. لو عملت دي true اهو، ده اللي بقى ديت كود، فهو كده هيودينا للسي، تمام. دي كده الاف كونديشن. طيب ايه الelse if دي؟ دي حاجة اسمها nested if. طيب بستخدمها في ايه؟ خلينا ندي مثال تاني. انا عندي جروب صفحة الفيسبوك بيكون فيها ادمن وموديريتور ويوزر عادي. فانا عايز مثلا اقول ان في صلاحية معينة للادمن، والموديريتور ممكن ياخد نفس الصلاحيات دي بس اليوزر ما ينفعش ياخدها. فهعمل مثلا بول is admin.
وهقول true، وهعمل برضو بول is moderator وهقول true. فهنا انا عايز اتشيك لو هو ادمن او مودريتور، هعمل كده if is admin، اعمل لي برنت مثلا he has permission، وهاجي هنا طب لو هو مودريتور هعمل else if is moderator وهعمل برنت، خلينا ناخد دي كوبي he has permission else هو بقى اليوزر العادي he has not permission. تمام، خلينا نرن الكود ده كده ونشوف هو هيعمل ايه. هو عمل لي he has permission واحدة مش اتنين he has permission. ليه؟ لأن في النستد اف هو بيشوف أول واحدة حققت الكونديشن وبينفذها، بعد كده ما بينفذش الباقي. يعني أنا لو خليت دي false بقى ده اللي ديت كود، لو جيت رن هيطلع لي نتيجة واحدة برضو هي has permission. طب لو أنا عملت ده false برضو اتنين دول بقوا ديت كود وهيرجع لي he has not permission user. فهو هنا بيمشي step by step. طب لو الكونديشن واحد اتحقق خلاص هو كده مش هيكمل، هو كده خلاص حقق الكونديشن بتاعه. طب لو الكونديشن ده ما كملش هيبدأ يبص للي بعده، هيبدأ يبص للي بعده وهكذا. فهي دي الاف else النستد اف. احنا ممكن هنا نستخدم الاف برضو بدل الاف else والنستد اف، بس هنستخدم معاها حاجة اسمها logical operators. ايه اللوجيكال اوبريتورز؟ اللوجيكال اوبريتورز معناها و او. فمثلا يعني انا مثلا عايز اقول لو هو ادمن او مودريتور فهو بياخد البرميشن ده. تمام، فهنا اول اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اور، يعني ادمن اور مودريتور. هنا في ميزة اذا كان احد الشرطين صحيح هيرجع true، يعني هي نفس الكلام لو ده صح رجع has permission، طب لو ده صح هيرجع has permission. فلو ده او ده صح هيرجع لك permission على الاقل واحد يتحقق، شرط واحد يتحقق من الكام شرط اللي انت يعني انت ممكن تعمل كتير جدا. طيب ايه الاند؟ الاند لو لازم الشرطين يكونوا صح، يعني مثلا هنا في الاكزامبل الاكبر الخمسة اكبر من التلاتة والاتنين اقل من الاربعة، لازم الاتنين يتحققوا. لكن هنا لو هنا جايب لك حتى هنا ايه الاتنين اكبر من الاربعة، الاتنين اكبر من الاربعة لا، بس في شرط هنا اتحقق، هو مشي على الاول شرط قبله اتحقق عمل عليه ترو. تمام، فاحنا ممكن نيجي هنا نجربها برضو، نعمل if is admin or is moderator ونقول he has permission. خلينا نوقف دي كده else he hasn't permission. هو الاتنين false دلوقتي، خلينا نخلي دي مثلا true، وحتى هو جه عمل لك الديت كود فين؟ في المودريتور، المودريتور هي اللي false بس برضه هينفذ. طب انا لو عملت اند، مثلا الاور بتتعمل شيفت والعصايه اللي هي الباك سلاش اللي فوق الانتر. تمام، طيب الاند بتتعمل ازاي؟ شيفت 7. فهنا الاتنين مش متحققين، يا واحدة ترو واحدة فولس، فهو عمل he hasn't permission. طب لو الاتنين ترو
هنا he has permission. يعني هنا لازم يكون admin ومودريتور كمان، مش حاجة واحدة. لكن الأور هو يا admin يا مودريتور. تمام كده. طيب بالنسبة للسويتش، السويتش بتتعامل نفس معاملة ال if else. يعني هي برضو لو الكيس مثلا ادمن اعمل كذا، طب لو الكيس مودريتور اعمل كذا، طيب الديفولت بتاعها اعمل لي كذا. طب امتى نستخدمها؟ تبقى الحاجة متحددة. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن احنا بنتكلم عن الجريد. بالنسبة للجريد احنا عندنا مثلا A B C D F. انا ممكن اعمل حرفيا، يعني مثلا اعمل هنا string grade equal A، واعمل if مثلا grade equal A، نفذ لي اعمل print مثلا excellent. else if الجريد تساوي B، نفذ لي دي كده. المفروض اللي هي العادية مش الكيرلي براكتس. هقول له نفذ لي جود مثلا. تمام. فلو جيت ارن الكود ده هيرجع لي اكسلنت، لان هو بالنسبه له هو شايف ان هي ايه. طيب هي نفس الكلام السويتش، هعمل نفس الكلام ده. هوقف دي كده، هعمل سويتش واجي اقول له جريد وافتح كيرلي براكت، واجي اقول له الكيس ايه نقطتين، هقول له برنت مثلا اكسلنت، بعد كده هقول له بريك. يعني ايه بريك؟ بريك دي يعني شفت هنا في حاجة عندنا اسمها سكوب. الكيرلي براكت ده اللي بياخد الأوامر. فهو خلاص نفذت الأوامر بتاعتك، آه، بنقفل بقى. نفس الكلام، انت نفذت السطر ده خلاص اقفل. طيب كيس بي، هنقول له برنت جود وبريك. طيب الديفولت بتاعه بقى، الديفولت ده نفس الكلام اللي هو بتاع برنت، وهقول له مثلا invalid grade، نفس الإلس. يعني لو جيت هنا كنت عملت إلس وقمت فاتح نقفل ده برضه، وعملت هنا برنت للinvalid grade، هي نفس المبدأ بالظبط. تمام. يعني هو ده شغل الديفولت. خلينا كده نرن ونشوف ده هيطلع لنا ايه. excellent invalid grade. ده عشان هنا ما عملتش كومنت. كده طلع لنا excellent. هي دي، ده السطر اللي اتنفذ. فامتى نستخدم سويتش؟ نستخدمه لما نكون الحاجات بتاعتنا متحددة واضحة محدودة. لكن النستد اف طبعا مفتوحة معانا، وهيبقى فيه لوبس بعد كده اصلا، فبرضه لازم تبقى كل حاجة متهندلة. وبس هو ده كده الاف والالس اف والسويتش اللي هي الكونديشنال ستيتمنت. واتكلمنا كمان عن اللوجيكال اوبريتور وعن الكومباريزن اوبريتور. انت ممكن تجرب بقى، تجرب الحاجات الماثماتكس دي مع نفسك كده، وتجرب اذا كانت اند او اور والنوت. خلينا تاني يعني نوضح النقطة دي. لو انا قلت السطر ده كده معناه ان روح للشمال خزن لي فيه قيمة اللي على اليمين. لكن لو انا جيت هنا قمت عامل 5
equal 5، فأنا كده عملت comparison operator. comparison operator ده النتيجة بتاعته يا true يا false. تمام. يعني أنا لو جيت أفتح ده كده وأعمل run، هو قال لي go to the sea. تمام. ليه؟ لأن ده كده true. طب لو الخمسة equal 4، لأ، هيجي يقول لك go to the cinema. تمام. أتمنى تكون الموضوع ده واضح بالنسبة لكم، وما تنسوش السبسكرايب. سلام.